السلام عليكم. مجموعة من الناس كيسولونا مجموعة من التساؤلات عندها علاقة مع البناء. الناس اللي كيكونوا شراو الارض ديالهم حتى الناس اللي كيكونوا مازال يلاه باغيين يشريو. انا المهندس المعماري ياسين طراسي، مدير وصاحب مكتب الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والديكور ارك باتي. انا كذلك المدير التقني لشركة HSE ديكو، وانا كذلك رئيس الجمعية الوطنية للمهندسين المعماريين والمخططين الحضريين الشباب. في هذا الفيديو غادي نعطيكم مجموعة من النصائح باش تعرفوا كيفاش تدبروا المشروع ديال البناء ديالكم. سواء كانت عندك فيلا، يعني بقعة ديال فيلا، سواء كانت عندك R+2 ولا R+1 سكنية كاملة، سواء كنتي باغي تبنيها تجارية، خاصك تعرف مجموعة من المعطيات. أول حاجة غادي نبداو بها هو أنه كل بقعة أرضية كيكون عندها واحد الرسم العقاري. هذا الرسم العقاري هذا هو أهم حاجة اللي كتثبت الملكية ديالك. دونك أول حاجة خصك تكون عندك كصاحب المشروع هو واحد لو سيرتيفيكا دو بروبريتي أو شهادة الملكية اللي كتثبت أنك أنت هو المالك الحقيقي ديال داك المشروع. فاش كتبغي تطلب الرخصة من الجماعة ومن الشباك الوحيد اللي كيتكون من الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة، كيكون عندك ما يثبت انك انت هو صاحب داك المشروع. ولكن قبل ما نوصلوا لهاد الرخصه هذه، خصنا ندخلوا مع الناس ونتكلموا معهم ونوصلوا لهم مجموعه من المعلومات اللي كتهمهم باش يبغيو يشريو داك الارض يكونوا عارفين راسهم على ايش داخلين. اول حاجه خصك تعرف هو انه كل بقعه ارضيه سواء كانت خارجه من سيئه عقاريه او لا كانت رسم عقاري حر فهي محكومه بضوابط البناء. كل بلاصه عندها واحد الضابط البناء ديالها، واحد الدفتر ديال التحملات اللي كيعطيك شنو هما الامور اللي مسموح لك باش تبنيها والامور اللي ما مسموحش لك باش ديرها. فمثلا اليوم غادي نتكلموا على الفيلا. الناس اللي عندهم البقعه ديال R+1 او R+2 خليكم معنا، لان غادي تاخذوا معلومات قيمه بالنسبه للبناء وبالنسبه لتكلفه البناء، وغادي يكونوا فيديوهات اخرين فين غادي نتكلموا على الحالات ديالكم. اليوم غادي نبداو اول حلقه من هذه السلسله اللي متوجهه للناس اللي عندهم فيلا ولا R+1 ولا R+2 ولا R+3 حتى الناس الامارات غادي يستافدوا معنا. وفي هذا الفيديو هذا اليوم غادي نتكلموا على الحاله ديال الفيلا جمله، يعني اللي عندها 3 ديال الفرصادات وكتكون عندها مشروكه فرصاده الرابعه او الواجهه الرابعه كتكون مشروكه مع الفيلا اللي حداها. غادي ناخذ واحد الحاله ديال واحد الشخص كيقلب انه يبني واحد الفيلا بالنسبه للدار اللي غيسكن فيها. اول حاجه خصو يعرف هو انه كل تجزئه عقاريه كيكون عندها واحد دفتر تحملات. داك دفتر التحملات كيعطيك شنو هو العلو المسموح به. في الغالب العلو المسموح به بالنسبه للفيلات هو 8 متر ونصف، الا انه ردوا البال من هذه النقطه اللي غنتكلم عليها لان بزاف الناس كيصطدموا من بعد. كاين فرق كبير ما بين انه يكون العلو المحدود 8 متر ونص وعاد عندك الحق دير لاكروتير اللي هو 1.20 متر، وانه العلو ديال 8 متر ونص كامل اكروتير. غتقول لي يا ياسين علاش هاد المعلومات هادي وفاش انا غتفيدني هذيك 1.20 متر؟ راد البال، خاصه صاحب الفيلات ردوا البال من هذه النقطه، لان العلو في الفيلا هو واحد العامل مهم في الجمال والرونق وكذلك التصميم الداخلي ديال المنزل ديالك. فاش كيكون عندك العلو كبير كتكون عندك مساحه اكثر في الابداع والتصميم، والمهندس المعماري ديالك يمكن ليه يخرج لك واحد ليسباس ولا واحد المجال اللي غتعيش فيه اللي كيكون اكثر جمالا واكثر رونق واكثر رقي. دونك يكون عندك العلو ديال 8 متر ونص محدود فيه لاكروتير ديال 1.20 متر، فهذا كيعني انه العلو الحقيقي اللي انت مسموح لك به الا كنتي باغي دير لا تيراس او لا السطح ديالك الى اكسيسيبل كيكون في الحقيقه فقط 7 متر و30. ولا كنتي باغي دير سوسول، يعني يكون سوسول فيه مجالات اللي يمكن لك دير فيهم يعني اون سال دو سبور او الحمام او لا بغيتي دير الكوزينه في السوسول، ففي هذه الحاله هذه خاصك ترفع داك السوسول بواحد 50 ولا 60 سنتيمتر على الاقل باش دير السرجم ديالك في العلو ديال تحت مناظر ديال الريتشوسي ديال السوسول. وفي هذه الحاله عاوتاني غادي تكون هبطتي من العلو اللي مسموح به 7 متر و30 لانك انت ديجا فقدتي 1.20 متر في لاكروتير، هبطتي
6 مترو و 70 اولا 80 باش يمكن لك دير لاكاف ديالك تكون مهويه وداخل الهضم. دونك نردوا البال من هاد النقطه. ثاني نقطه، وهاد النقطه مهمه بزاف ديال الناس كيصطدموا، وانا شخصيا تحت في حالات وبزاف ديال الناس جاو عندي وهما مصدومين، لانهم في الاول كانوا كيتخيلوا انه الا شريتي بقعه ديال 360 متر كمثال وعندك الحق تبني في الريتشوسي 120 متر، فعلى الاقل غيكون عندك الحق تبني 120 متر في البريمي ايطاج. وهذه معلومه مغلوطه، وهذه معلومه بزاف ديال الناس ما كيسولوش عليها، والنهار كيبغي يدير البلان ديالو، وسيرتو الناس اللي عندهم الدراري والناس اللي عندهم الوالدين كبار كيبغيوهم يعيشوا معاهم، كيصطدموا بواحد الحاجه مهمه ما كيكونوش راردين منها البال، هو انه اللي مسموح لك به تبنيه في الريتشوسي ماشي بالضروره هي نفس المساحه ولا اكثر مسموح به في البريمي ايطاج. ففي مجموعه من التجزئات العقاريه ومجموعه من تصاميم التهيئه كتفرض انه البريمي ايطاج يكون فيه مساحه ديال 85% من الريتشوسي اولا 70% اولا 80%. فعلا كاين بعض الحالات فين كيكون عندك الحق تبني اكثر من الريتشوسي، ولكن كاين بعض الحالات فين كيكون عندك الحق انك تبني فقط 85% الريتشوسي، وهاد الحاله هذه بالضبط الانسان كيضيع فيها بزاف، سورتو مع الدروج، سورتو الا كان باغي يدير دوبلوتور في الريتشوسي ما كيبقاش عنده لا بوسيبيليتي فين يديرها. دونك هاد النقطه هذه الناس كيضيعوا فيها بزاف، نردوا معها البال. ثالث حاجه، وهاد الحاجه مهمه وبزاف ديال الناس ما كيكونوش عارفين وحتى كيشريو البقعه ديالهم، وفاش كيبغيو ياخذوا الرخصه كيصطدموا مع واحد المجموعه من المعلومات. خاصنا نعرفوا انه الفيلا اللي ار بلس 1 واللي فيها القاب ولا السوسول كاين عندها مجموعه من الضوابط. السوسول ما عندكش الحق تاخذ في الرخصه الكوزينه، يعني المطبخ بزاف ديال البلايص وبزاف ديال الجهات العقاريه وبزاف ديال المدن كيرفضوا يعطيو الرخصه بالنسبه للكوزينه، اون توكا ما كتكونش في البلان. كذلك خاصنا نعرفوا انه في غالب الاحيان، وهذه حاله شائعه، وانه في السوسول ما كيكونش عندك الحق دير دي بيس ابيتابل، يعني ما عندك الحق تسكن في السوسول دير فيه بيت مثلا او لا غرفه او لا سيجور او لا كذا، كيكون ممنوع انك دير هادشي. دونك هاد ثلاثه النقط اللي تكلمت عليهم بزاف الناس ما كيكونوش عارفينهم وخاصهم يردوا منهم البال، وعلى الاقل يكونوا على بينه من هاد الامور هذه. من بعد الا بغى الانسان يدير شي كوزينه بواحد الطريقه داكشي كيكون امور خارجه عن طائله القانون، ولكن خاصو على الاقل يكون عارف راسو شنو عنده في الريتشوسي، شنو عنده في البريمي ايطاج، شنو عنده في السوسول اللي مسموح به قانونيا. دابا احنا اختارينا واحد البقعه ارضيه، خصنا نعرفوا شنو هما الامور اللي كتلعب واللي مهمه في الاختيار ديال البقعه. سيبوزون ان توجهنا نحو واحد المنعش عقاري ولا واحد المجزئ عقاري ان صح التعبير، وبغينا نشوفوا واحد البقعه مثلا، خاصنا نعرفوا الامور اللي مهمه نمشيو نشوفوها هي الاولى، عاد نختاروا لا سيرفاس ونختاروا الامورات الاخرى. من هاد الامور هو واش الشمس داخله لداك الدار. غتقول لي كيفاش البقعه مازال ما مبنياش وانا ما عندي حتى شي بلان بين يدي، كيفاش غادي ندير باش نعرف واش انا عندي الشمس في الدار ديالي ولا لا؟ انا غادي نقول لك اول حاجه خاصك دير هو باش تمشي عند المجزئ العقاري او المنعش العقاري، خاصك تسولو على فين جا الشمال، يعني لو نور في البلان، وخاصك تعرف انه الواجهات اللي كيكون عندها الفرصاده نور، دونك الواجهه كتكون شمال، ما كيدخلهاش الشمس لا في الصيف ولا في الشتاء لا في الصباح ولا في العشيه. وكذلك خاصك تعرف ان الواجهات اللي كتكون بلان سود، يعني الجنوب كامله، كتدخلهاش الشمس في الصيف وفي الشتاء من 8 الصباح ل 6 العشيه. غتقول لي مزيان، هذه حاجه مزيانه، غادي نجاوبك انا كمهندس معماري وكذلك كباحث في التعمير ومتخصص في مواد ديال البناء، وسبق لي درت مجموعه من البحوث عندها علاقه مع ليفيكاسيتي انرجيتيك، كنقول لك انه بعد من الفرصادات ولا لي فاصاد بلان سود في البقعه ديالك، الا ما كانش عندك واحد المهندس معماري متمكن اللي غادي يعرف كيفاش يلعب لك على هذيك لا فاصاد باش ما يكونش عندك
واحد ليفي دو سير ولا الصهد يرجع لك في الدار ديالك، وخاصه الا كان عندك البيدجي ديالك محدود وما كنتيش كتفكر اصلا دير العزل الحراري، ولا كتقول انني غادي نبدا بشويه بشويه، فبعاد من الفسادات اللي كيكونوا بلان سود لانها غادي تكرفس فيهم مزيان. غتقول لي واخا انا صاحب مشروع كي غادي ندير باش انني بغيت ناخذ مثلا واحد لا فاساد سود. انا غادي نجاوبك على هذه النقطه وغادي ندخلوا فاش غنكونوا كنهضروا في التفصيل ديال البني، غنقول لك شنو هما الامورات اللي خصك تكون راد معاهم البال اون فونكسيون دو سا. دونك خذوها نصيحه من عندي، اهم حاجه نرد معاها البال هو لي فاساد ديالي ولا الواجهات اللي عندي الحق فيهم البني. دونك فاش كنشوف مثلا واحد البقعه كنعرف شنو هما لي فاساد اللي غادي نحل عليهم، وكنشوف هذيك لي فاساد اللي عندي واش فاساد نور ولا سود ولا اس، يعني شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب ولا شرق شويه ولا غرب شويه. وغالبا احسن واجهه يمكن لي ناخذها هي الشرق والغرب. علاش؟ تو سامبلومون لان وحده كتعطيني الشمس من 8 الصباح ل 12 ديال النهار، والاخرى كتعطيني الشمس من 12 ديال النهار ل 6 ديال العشيه. دونك هادشي غتقول لي انا عندي البقعه كي غادي ندير نعرفو تو سامبلومون انه في كل تجزئه عقاريه كل بقعه كتكون عندك البلايص اللي مسبوح بهم في البني كيكونوا مرسومين في التجزئه العقاريه، ولا ما كانوش مرسومين ولا مشيتي تشري وما لقيتيهمش مرسومين وما لقيتيش كيفاش دير، وقف عمليه البيع والشراء. ما تبيع ما تشري، هز داكشي اللي في يديك من معلومات وتوجه نحو مهندس معماري خاص وطلب منه استشاره، وراه هو غادي يواكبك في هذه النقطه هذه. وفي هذا الاطار حنا كجمعيه وطنيه للمهندسين المعماريين والمخططين الحضريين الشباب كنغطيو غالبيه المدن المملكه وكنغطيو جميع جهات المملكه. دونك تواصل معايا عبر الواتساب، ها هو الواتساب. الا ما كانش عندك مهندس معماري غادي نعطيوك المهندس المعماري الكفء الشاب المتمكن في المدينه ديالك اللي غادي يواكب معاك جميع مراحل ديال البني. وعرف انه في هذه الحاله ما غاديش يكون مواكبك فقط المهندس المعماري الخاص ديالك، وانما الجمعيه كامله غادي تكون مواكباك، لان حنا عندنا كهدف هو انه يكون افضل بناء افضل تشييد وافضل تعمير في المغرب ديالنا. حيدنا هاد النقط هادو، توجهتي نحو المنعش العقاري، تاكدتي من هاد المعلومات هادي، عرفتي شحال عندك حق فيه البني. انا قبل ما دير واحد الكومبرومي دو فونت، قبل ما دير لاك ديفينيتيف، قبل ما تدخل عند النوتير باش تسني لاك دو فونت اولا عقد شراء، هز هذيك المعلومات، تواصل معنا ولا تواصل مع مهندس معماري خاص وطلب منه يدير لك واحد الدراسه اوليه. هاد الدراسه الاوليه غادي تخليك انه هاد المعلومات اللي هضرت لك عليهم قبل وهاد النقط الثلاثه اللي ما كانش اللي في الغالب الاحيان ما كيكونوش الناس عارفينهم تعرفهم، وتعرف راسك علاش داخل، وتعرف راسك مناش عندك الحق. خاصة وهذه رسالة كنوجهها لمجموعة من الناس اللي كيصطدموا من بعد وكيكون عندهم صدمات العمر. كاين بعض البقع اللي كيكون فيهم 500 ولا 600 متر مربع، ولكن الماكسيموم اللي يمكن لك تبنيه في هذيك البقعة هو 100 ولا 150 متر مربع. هادشي مزيان الا كنتي باغي جردة كبيرة ولا كنتي باغي الدار ديالك تكون دار مفوهة وفيها بزاف ديال لي سباس فير وبزاف ديال البلايص اللي عباره عن حدائق خارجيه. ولكن بالنسبه للناس اللي باغيين يبنيو واحد لا سورفاس كبيره، ففي هذه الحاله هذا الشيء راه ما كيكونش صالح لهم. دونك دائما وابدا دير واحد لو كومبرومي دو فونت ولا واحد البيع، وقبل ما تكمل البيع والشريه وقبل ما تشري ديك الارض اللي هي غادي تبني فيها الفيلا ديالك، توجه نحو المهندس المعماري، دير واحد الدراسه اوليه ومن بعد توكل على الله.